هاي، انا ندى. الفيديو ده مش مترتب له خالص، والنهارده 3/12 عيد ميلادي. حبيت ان اطلع اقول لكم شويه حاجات ممكن زي ما فادتني هتفيد ناس كتير اكيد. السنه اللي فاتت بالنسبه لي ما كانتش سهله خالص. حصل لي فيها حاجات كتير قوي، حصل لي فيها مشاكل فيزيكال، حصل لي حاجات منتل، حصل لي تحسوا كده ان في بالونه انفجرت في وشي فجأة out of nowhere. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل معايا. بطني على طول وجعاني، تعبانه، مش قادره اقف ويكلي في ميعاد معين. بطني بتجيب كل اللي فيه وببهدل الدنيا وبنقعد ننضف ومش فاهمه ايه اللي بيحصل، لحد ما اخدت وقفه وقررت ان انا هروح لدكتور كويس، عشان كنت ماشيه مع دكتور مش كويس و probably هو السبب في ان كان كل الحاجات دي تحصل لي. وانا already عندي physical issues، فباخد ادويه من سنين. سوري على صوتي، باخد ادويه من سنين، ف بطلت الادويه بس بدون وعي. فطبعا حصل الدروب ده واتبهدلت والدكتور ما كانش كويس. فالمهم اني نزلت مصر ورحت لدكاترتي تاني اللي كنت متابعه معاهم، ورجعت اكل طبيعي تاني. كنت بطلت حاجات كتير ورجعت اكل تاني طبيعي. سبحان الله، ربنا بعتني لحد حسيت بقى لا، هو احنا محتاجين نعمل وقفة ومحتاجين نروح لحد ثيرابي يتعامل معانا، عشان انا متأكدة ان الجزء الفيزيكال اللي جوايا، الفيزيكال بروبلمز اللي جوايا او اللي عندي مش كلها مشاكل جسدية، هي اكيد فيها مشاكل نفسية. فيشاء القدر ان ربنا يبعت لي حد معين، وانا ماشيه معاه بقالي almost دلوقتي 8 شهور او 9 شهور. ال9 شهور دول بقى كانوا ترانسفورميشن تاني خالص، مش هنتكلم عنهم دلوقتي، بس عرفت حاجات كتير قوي عن نفسي انتوا مش متخيلين. الناس اللي بتقول ان الثيرابي لا والكوتشنج لا وانتوا مش محتاجين، واصلا انا بدي كوتشنج وثيرابي والحاجات دي كلها، بس انا محتاجه حد يساعدني، انا محتاجه حد يعمل ده معايا. فمش معنى ان انا بدي ان انا مش هروح اطلب المساعده من ناس تانية، ودي كانت اول مره في حياتي اكشلي اطلب مساعده اصلا من حد. فالحمد لله ان انا قدرت اطلب المساعده، وان غيرت حاجات كتير في شخصيتي واكتشفت حاجات اكتر في شخصيتي. ودلوقتي اهو في بدايه سنتي الجديده. طبعا في حاجات كتير قوي مريت بيها في النص مش هينفع نتكلم فيها في فيديو، دي ممكن نعمل لها بودكاست كامل 3-4 ساعات كده. بس اللي انا حابه اسيف ات فور ماي سيلف، حابه اني اوثقه وانه يفضل عندي. ان انا امبارح كنت عايزه اعمل حاجه حلوه لعيد ميلادي، فقعدت قلت هتفرج على كل الحاجات اللي انا عملتها من بعد التخرج طبعا، لان انا بالنسبه لي فتره المدرسه دي اي كلام، فتره الجامعه مش اي كلام قوي، بس بالنسبه لي برضو اي كلام. من بعد الجامعه بتبدا بقى شخصيتنا، وبتبدا احنا مين وعايزين نعمل ايه والكلام ده كله. فقعدت اشوف انا عملت ايه من بعد الجامعه 2017 لحد 2024 السنه اللي احنا فيها دلوقتي. ولو قلت لكم ان انا بجد من كتر ما قعدت اقلب في الحاجات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اكتشفت ان ربنا اداني كميه حاجات مش طبيعيه. انا عملت كميه ايفنتس مش طبيعيه، قابلت كميه ناس مش طبيعيه. اخرهم قبل ما اجي هنا السعوديه كان برايم مينستر ناريندرا مودي. فانتوا مش متخيلين لحظه صمت كده، هو الحمد لله. الحمد لله قوي، الحمد لله على كل حاجه. احنا محتاجين نقول الحمد لله مليون مره في اليوم، مش 100 مره ولا مره، لا، لو ركزنا هنلاقي ان ربنا بجد ادانا كميه حاجات مش طبيعيه.
ونجاحات، والنجاحات دي ما جاتش بسهوله، لا احنا خدنا اقلام على وشنا كتير قوي عشان نوصل للي احنا فيه دلوقتي. فانا بسجل لنفسي دلوقتي ان انا بجد فخوره بنفسي، فخوره بكل حاجه عملتها وكل حاجه وصلت لها، وعايزه اعمل فيديو زي ده السنه اللي جايه ان شاء الله 2025 لما اخلصها، اقول الريفلكشن بتاعي والفيدباك. الريفلكشن بتاعي دلوقتي هو ان الحمد لله ان انا لسه واقفه على رجلي لحد دلوقتي، لان انتم بجد ما شفتوش اخر السنه اللي فاتت ولا اول السنه اللي فاتت، اول السنه دي، ما علينا، هو الايام ملخبطه معايا، انا كنت عامله ازاي. وقفلت سوشيال ميديا وما كنتش بشتغل، وقفت كل حاجه، انتوا مش متخيلين انا كنت عامله ازاي. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله ان انا قادره اقف دلوقتي على رجلي، وقادره اصور لكم الفيديو ده، والنهارده عيد ميلادي وبحتفل بيه، ويا رب عقبال كل سنه. وانا مش متضايقه خالص ان انا بكبر، بالعكس سن ال30 كان زي جرس الارم عالي قوي، فوقني على حاجات كتير وفتح عيني على حاجات كتير، ولسه متاكده ان لسه ربنا عنده اكتر 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 كتير قوي ليا، وعارفه اني هقع بس عارفه اني هقوم. يا رب يكون كلامي فات حد فيكو او كان انسبيريشن لحد فيكو، ولو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر قولولي. الفيديو ده هتلاقوه على تيك توك ويوتيوب، طبعا مش عارفه انزله على انستجرام، بس ممكن اخد مقتطفات منه واحطها على انستجرام عشان لو حد حابب يتفرج على قصة كفاح لمدة سنة. يلا اشوفكم على خير، وwish me happy birthday.